صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ربنا يجعل يومكم مليان بالحب والبركه وراحه البال، اللهم امين. النهارده جايين بمنيو عشاء لاول مره من قناتي ان شاء الله معاكم. عملنا مع بعض الغدا، هنعمل النهارده العشاء ومعانا كمان ورقه وقلم، وهنعمل ميزانيه في حدود 150-170 جنيه للاسبوع. طبعا في فئه كبيره جدا من الناس ما بتفضلش العشاء، يعني بتحب ممكن تفطر وتتغدى، انما العشاء بتقضيه سناكس خفيف او فواكه. دي حاجه كويسه برضو، يعني ممكن برضو المنيو ده يمشي معاكم فطار. وبالنسبه للناس اللي بتحب توفر وتقتصد وعايزه غدا اقتصادي، برضو المنيو بتاع النهارده بتاع العشاء ده يمشي برضو معانا كغدا. تمام. النهارده بقى ايه؟ ورقه وقلم كده ونسمي الله ونبدا ونقول ببركه بسم الله. اول حاجه معانا قبل اي حاجه هنقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم امين يا رب العالمين. منيو الاسبوع لعشاء ل7 ايام من 150 جنيه ل170 جنيه، وعلى حسب افراد اسرتك انت بتتحكمي في ميزانيه بيتك وفي مصروف ايدك. تمام. اول حاجه كده انا قسمتها معاكم اساسيات وخضار. تمام. اول حاجه هنجيب 10 فول و10 عجينه. هتروح لبتاع الفول والطعميه هتقوله عايزه ب10 فول كل في 5 لوحده، وعايزه ب10 عجينه. تمام. هتجيب بقى ب20 جنيه بيض، ب30 جنيه حسب. تمام. ب20 جنيه جبنه تلاجة او علبه جبنه فتة. تمام. ممكن تستبدلها ب20 جنيه جبنه رومي او 10 رومي و10 لانشون. ب10 جنيه مش احمر بالجبن. طبعا في مش احمر بالجبنه الرومي بيغنيك عن اي جبن تانية في البيت. تمام. وب10 جنيه عسل اسود، واللهم صل على النبي، سايب مش علب، وب5 جنيه او 10 جنيه قشطه سايبه. تمام. الخضار بقى هنجيب 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو طماطم، كيلو فلفل على بتنجان، نص قطة، نص خيار، 2 حزمة من الجرجير. تمام. هنعمل بقى هنا في الاسبوع ده مقادير كيكة، يعني اللي بتعرف تعمل كيكة طبعا على مقاديرها موجودة في كل بيت، سهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله هبقى اقولها لكم في يوم يعني، بس انا هقولها معاكم. هي عبارة عن سكر، كوباية زيت، بيض، فانيليا، بيكنج باودر، دقيق. حابة تدخلي كاكاو هتجيبوا ب5 جنيه كاكاو او كاكاو سايب برضو. فاذا الفول والطعميه مش لازم تجيبي فول وطعميه وتعملوهم في يوم واحد مع بعض، ممكن تعملي الفول لوحده في يوم والطعميه لوحدها. مثلا ممكن تعملي الفول على الفطار والطعميه في العشاء، ممكن تعملي الاتنين مع بعض على حسب ما انت بتحبي. انا بالمناسبه هعمل معاكم المنيو عملي، وازاي الطلبات دي كلها هننفذها في قلب الفيديو. طبعا احنا قلنا من 150 ل170 جنيه، الحاجات دي احنا حسبناها ب145 جنيه. تمام. اللهم صل على النبي. في المنيو ده بقى هنعمل حاجه اسمها هناكل فطور مشلتت بقى، هنخليه يوم فطار كده او عشاء خفيف كده، فطور مشلتت. شويه عسل اسمر بالطحينه او عسل ابيض متوفر عندك، حته مش حته جبنه كده يعني. تمام. فالفطير لو بتعرفي تعمليها توفري على نفسك كتير، ما بتعرفيش هتجيبي 2 من عند الفطاطر، الواحده من ام 10 جنيه كده هتبقى زي الفل معاكي. تمام. لحد دلوقتي كل حاجه سهله وبسيطه ومفيش فيها اي تكاليف، فول وطعميه وبيض وجبنه ومش وعسل اسود وشويه خضار زي اي يوم وزي كل يوم. بس فانا حبيت اقسمها لكم كده بالنسبه للناس اللي بتحتاس وبتبقى محتاجه تعمل ورقه تظبط ميزانيتها والحاجات دي كلها وبتفكر بالورقه. هيفيد معاكي طبعا من 145، احنا قلنا 20 يبقى 165، معاك 10 جنيه. ممكن تزودي انت ل200 لو انت حابه. هتعملي ايه بقى؟ ممكن تجيبي نوتيلا، مربى، حلاوه طحينيه، حسب ما انت عايزه ما تقدري تزودي. دي حاجه بترجع لكي طبعا. احنا بنتكلم في منيو عشاء 7 وجبات ل7 ايام، عايزين نعمل فيهم عشاء. وممكن ناخد منهم افكار للغدا وممكن ناخد منهم افكار للفطار برضو. فانت معاكي 7 وجبات ان شاء الله، هنبدأهم مع بعض دلوقتي، هناخدهم وجبة بوجبة. يلا بينا بقى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك وشير وسبسكرايب لو لسه اول مره بتشوفيني، ولو مش مفعله الجرس فعليه عشان يوصلك مني كل جديد. ولو وصلت معايا لحد هنا وما حطيتش اللايك اضغطي اللايك وتعالي يلا نشوف اول وجبه معانا من منيو العشاء بتاعي النهارده عباره عن ايه. معانا شويه جرجير، فول بالليمون والثوم، بطاطس محمره، قته، طعميه. طبعا المنيو ده هيبقى فيه بطاطس كتير. محدش يسالني بطاطس كتير ليه، عشان انا ولادي بيتعاطوا من البطاطس فانا مش قادره امنعهم عن البطاطس، ففطار غدا عشاء عايزين بطاطس. تمام. فاللهم صل على النبي.
البطاطس انت لو ما بتحبهاش تقدري تجيبي نص كيلو كيلو على حسب ما انت اهل بيتك بيحبوا ايه. تمام، تقدري تلغي حاجه وتزودي حاجه انت شايفاها ايه مناسبه ليكم. بس كده. قتة، طبق قتة وطبق طعمية وفول وبطاطس. نقدر نعمل اليوم ده كده غدا اقتصادي جدا حلو جدا. والوجبة دي برضو فلفل وبتنجان مقلي بدون توم، بملح وليمون بس وشوية كمون، بطاطس محمرة، طبق من شرايح السلطة، طماطم بصل فلفل، طماطم خيار فلفل شرايح، كان بيضة مسلوقة، حتة نوتيلا، قشطة، جبنة رومي. افكار سهله تقدر تستغنى عن الجنب اللي واخده ده كله وتعملي البتنجان المقلي والفلفل مع شويه بطاطس وشويه سلطه شرائح زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تحطي حاجات وتشيلي حاجات وتزودي حاجات طبعا على حسب ما اهل بيتك بيحبوا وعلى حسب ما انت معوداهم بياكلوا ايه. وانت طبعا كل واحده عارفه اهل بيتها ايه المفضل ليهم وايه اللي لا. الوجبه دي طبعا كانت فطار يوم جمعه. فطار اللمة ده بيأكل وبيشبع بجد. وهنا طبعا فلفل وبتنجان مقلي كده، ما حطرش احط عليه توم ولا اي حاجه، ما بفضلش اي حاجه يكون فيها توم في عشاء او فطار. بس بعد كده بقى هنعمل ايه، ده برضو ينفع معانا غدا وينفع معانا عشاء في اللمة برضو. تمام، لو انت طبعا عجب اسرتك الكبيره. بيض عملناه شكشوكه وبطاطس محمره وحته جبنه وشرائح من الطماطم، وكان عندنا مسقعه فسخنا طبق كده وحطيناه. تقدر تعملي مسقعه وتحطها في التلاجة طول الاسبوع، تاخدي منها كل يوم طبق مش هتقولك لا خالص، حلوه وزي الفل. طبق مسقعه زي الفل مع طبق شكشوكه بيض بالخضار، معاه بطاطس محمره ومعاه شرايح جبنه وطماطم. مفيش اسهل مفيش احسن من كده، وكلها حاجات منوعه ومختلفه عن بعضها. مفيش بس غير طبق البطاطس هو اللي عامل اساسي معايا في الفيديو بتاعي النهارده. وزي ما قلت لكم لان انا عيالي بيتعاطوا بطاطس. هنا بقى هنعمل فطير مشلتت، او هنشتري فطير مشلتت وشويه عسل بالطحينه، عسل اسمر كده، واحلى حاجه مع الفطير، او حته جبنه قديمه، او شويه مش، او عسل ابيض على حسب ما انتوا بتحبوا. تمام، مش لازم عسل اسمر ومش لازم عسل ابيض ومش لازم مش، اي حاجه من التلاته اللي بتحبيه وتفضلي فيهم تقدري تمشيه. والفطير طبعا زي ما قلنا لو انت بتعرفي تعمليه في البيت هيسهل عليكي كتير جدا، ما بتعرفيش هتشتريه ب20 جنيه، هتجيبي لك فطيرتين حلوين وهتتعشي بألف هنا وشفا على قلبك انت واسرتك. بعد كده بقى 5 يوم تقريبا هنعمل بيض مسلوق، طبق شرايح من الخيار والطماطم والفلفل، حته جبنه قديمه، حته جبنه تلاجة، طبق طعميه، طبق فول، وهنقلي بتنجان. طبعا كل ده انا عامله حسابه في اول فيديو قالكوا عليه بالظبط، عشان خاطر لو نفذتوا كل ده فانا بديكوا كل الاقتراحات. هنا مفيش بطاطس اهو، دخلنا بقى 5 يوم في بطاطس. طبعا هنعمل ايه بقى، شويه مش كده بطماطم، طبق جبنه تلاجة، شويه بطاطس محمرين، حته مخلل، بس كده. يوم هتزودي يوم هتقللي، بس حاولي لما تيجي تعملي عشاء زي ده تكون انتي اصلا عامله في اليوم ده غدا اقتصادي، يعني مش يعني ايه، تعوضون في العشاء كده بعشوة حلوة. تمام، بطاطس جبنه مش بطماطم، معلقه مش على حبتين طماطم بيعملوا معاكي كميه حلوه جدا. وطبعا طول الفيديو العيش طبعا عامل اساسي في العشاء، مفيش حد بيتعشى رز طبعا. بس كده. قلنا بقى ممكن نعمل صينيه كيكه، دي بقى تبقى جميله جدا لو انت مثلا مش جايين بقى واكلين وجبه كويسه كده وشبعانين، مش عايزين بقى ياكلوا حاجات من دي. هقول لكم نعملها امتى. هنا بقى هنعمل فول بالطماطم والثوم، وهنشوي بتنجانه، وهنقلي بيض، وهنعمل جبنه بالطماطم، بتنجان مشوي، بيض مقلي، طبق فول بالثوم والطماطم تحفه جدا. وبصي برضه يمشي معاكي غدا. هنا صينيه الكيكه بقى انا كنت مقطعاها وهي سخنه، فكنت عايزه اوريكم قد ايه هي كانت جميله، بس والله كانت جميله وكان ارتفاعها حلو وكانت فيها فراغات كتير وكانت زي الفل. تقدري بقى تدخليها في الفطار، في العشاء، مع كوبايه شاي بلبن، لوحدها. طبعا الاطفال بيحبوا الحاجات دي كلها، وزي ما انتوا عارفين اي نيطايه الوقت في محل ما تجيش قد صابع ايدك كده ب5 جنيه ومش بتشبع العيل اصلا. فصينيه الكيكه في البيت احسن بكتير طبعا. تقدري تعمليها في الاسبوع كده، لو حد مش عايز يتعشى، او زي ما قلت انت عامله وجبه كويسه في الغدا ومش قادرين يتعشوا، تقدري تحطها مع شويه شاي بلبن او شويه شاي او كوبايه لبن، هتسد جواهم وهتبقى زي الفل. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.